السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بقى النهارده أكلتنا حلوة أوي أوي وسهلة وسريعة ومش تاخد مننا أي وقت خالص، زي ما انتم شايفين كده عاملين بقى شوية مكرونة بصلصة كده بتتبيلة ما أقولكيش، وكمان عاملين بقى بانيه وشيبسي وكمان سلطة، وزي ما أنا قلت لكم طبق السلطة ده لازم جنب الأكل، وكمان عملنا شوية شيبسي حلوين كده، قطعنا الشيبسي وبعد كده نقعناه في مية وملح وخل، وهنسيبه شوية عشان بعد كده لما نيجي بقى نحطه في الزيت يقرمش كده معانا وياخد معانا اللون الدهبي ويبقى حلو قوي قوي. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناه ولايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها، وان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. زي ما انتم شايفين كده خلاص كنا قطعنا الشيبسي ونقعناه في ميه وملح وخل زي ما انتم شايفين. احنا النهارده هنعمله بالملح بس. انا عملت شيبسي بجميع الاطعمه برضو على القناه. عملت هنا شيبسي بقى وابتديت بقى الزيت كده عمل معايا وسخن، وابتديت اللي انا نزلت الشيبسي زي ما انتم شايفين نديله اللون الذهبي، بس ما يكونش لون ذهبي غامق، يكون لون ذهبي فاتح كده حلو، وهيبقى جاهز معانا وحلو جدا جدا. هنا بقى كنت خلاص سلقت المكرونه زي ما انتم شايفين هتستوي وهتبقى مية مية، وخلاص هبتدي اللي انا اصفيها، وبعد ما اصفيها ابتدي بقى اللي انا اعمل صلصه كده حلوه. يا سلام هتبقى بجد ريحتها ولا طعمها حكايه. اه هم شويه مكرونه كده بس حلوين قوي قوي. جبت بقى هنا زي ما انتم شايفين بصلايه مقطعاها قطع صغيره، ابتديت اللي انا نزلت بشويه من زيت الذره وبعد كده نزلت كمان بالبصل زي ما انتم شايفين، ياخد معايا لون كده ويبتدي اللي هو يصفر شويه، وبعد كده هبتدي اللي انا انزل بقى ايه فصين ثلاثه كده من الثوم. الثوم بقى هيدي البصل بتاعي ريحه حلوه جدا. وكان معايا قوطه بقى احنا هنا كنت مفرزاها، ابتدي برضو اللي انا انزل بكيس من القوطه ومعلقه من الصلصه، وخلاص كده هتبقى الصلصه جاهزه معايا. يا دوب بس اللي انا احط لها بقى التوابل ويا سلام. هنا بقى كانت البصله خدت معايا اللون الاصفر، ابتديت اللي انا نزلت بالثوم زي ما انتم شايفين كده، الاتنين بقى مع بعض ياخدوا لون ذهبي حلو كده، وبعد كده هبتدي اللي انا انزل بالقوطه. انا هنا بقى معايا القوطه اللي انا كنت مفرزاها معاكم على القناه، بجد بتخلي طعم الاكل حلو جدا جدا وحاجه كده زي العسل. تفريز الطماطم ده بجد يا بنات بيتعمل كده ونحطه بقى في الديب فريزر نطلع منه وقت ما بنيجي نعمل الاكل، بيخلي الاكل يخلص معاكي بكل سرعه وسهوله. وزي ما انا قلت لكم طول ما احنا داخلين مطبخنا ومرتبين افكارنا ومرتبين مطبخنا حاجتنا هتخلص معانا بسرعه وبسهوله. هنضيف بقى الملح والبابريكا وكمان شويه من السبع بهارات وفلفل اسود، وخلاص كده الصلصه هتبقى جاهزه معايا وحلوه قوي قوي. هنا بقى كان الشيبسي خلاص كله عملته زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى اللي انا انزل بالتوابل. هانزل بشوية من التوم البودر والبصل البودر وشوية من البابريكا وشوية من الفلفل الأسود وكمان الكمون. ويا سلام بقى هتاكلي شوية شيبسي بجد حلوين قوي قوي. مش هانزل بالملح لأن أنا كنت حاطة ملح في المية، نقعاه يعني في مية وملح وخل، فمش هحتاج ان انا احط ملح عشان ما تبقاش حادقة قوي، لكن كده تبقى جميلة. وشايفين واخدة لون حلو ازاي. ابتديت بقى اللي انا نزلت بالبابريكا زي ما انتم شايفين والثوم البودر والبصل البودر وشوية من الكمون وكمان الفلفل الاسود، وخلاص كده هي جاهزه معايا، وهبتدي بقى اللي انا اقلبها كويس وخلاص هي كده جاهزه معايا، يا دوب بس اللي انا احطها في الاطباق. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كانت الصلصه خلاص، ابتديت اللي انا حطيت كيس القوطه وهنزل بقى بمعلقه كده ولا معلقه ونص من الصلصه. عايزه تحطي معلقه ولا من الصلصه ماشي، مش عايزه تحطيها مفيش اي مشكله. بس احنا كده بقى بنعزز لون القوطه اكتر، فبنبتدي بقى اللي احنا ننزل بمعلقه الصلصه الحلوه دي، وخلاص كده هنبتدي بقى اللي احنا نقلبها زي ما قلت لكم، يا دوب بس اللي انا اضيف التوابل. هنا بقى هبتدي اللي انا اضيف التوابل، هضيف ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا وشويه من السبع بهارات، وخلاص كده الصلصه جاهزه معايا وحلوه قوي قوي. اسيبها بقى على النار تتسبك كده، وبعد كده هوطي عليها وخلاص كده قبل بقى ما اجي اغرف الاكل، يا دوب بس اللي انا احط المكرونه عشان كده تبقى سخنه وحلوه قوي، تشرب بقى المكرونه من الصلصه والتتبيله اللي احنا حطيناها فيها كده، وهتبقى لونها احمر وحلوه قوي قوي. انا باخد بقى من الصلصه دي وببتدي اللي انا احطها في طبق، وبعد كده ببتدي اللي انا انزل بيها بشطه كده عشان اللي عايز ياكل المكرونه سبايسي. هنا بقى معايا البانيه كنت متبلاه طبعا قبليها بيوم، وانا كنت متبله معاكم البانيه كذا مره على القناه. طبعا احنا بنجيب بصلايه بنبشرها ونحط ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا وشويه من التوم البودر والبصل البودر، وبعد كده بنزل بالبانيه زي ما انتم شايفين كده، وخلاص كده البانيه بيبقى جاهز معايا وحلو قوي قوي. وكمان بحط فيه بيض، وخلاص بقلبهم كويس كده مع بعض واسيبه بقى في التتبيله. انا بسيبه يوم كامل.
بيبقى جميل كده، وأنسجة الفراخ بتبقى طرية كده وحلوة أوي، أوي لمّا باجي أقليه. هنا يا دوب بس اللي أنا باحط الفيجيتار زي ما أنتم شُفتوا، وبانزل بقى بقطع البانيه وابتدي اللي أنا أشرّب البانيه من الفيجيتار كويس جدًا عشان ما يفُكِّش معايا، لأ يبقى كلّه كده متشرّب من الفيجيتار زي ما أنتم شايفين، وأجيب طبق تاني وابتدي بقى اللي أنا أعملها أحطها في الطبق التاني زي ما أنتم شايفين كده، وآخد برضه من قطع البانيه وابتدي اللي أنا أعمل بقى الطبق ده كلّه بنفس الطريقة. يبقى خلاص الشيبسي جِهِز معايا، وكمان الصلصة جهزت معايا والمكرونة صفيتها والبانيه أهو باعمله، وزي ما أنا قُلت لكم أكلتنا سهلة وسريعة وما خدتش معانا أي وقت خالص، دي اسمها أكلة المستعجلين. ممكن كمان تعملي شوية البانيه دول وجنبهم كده قطع قوطة وخيار وفلفل أخضر وبعيش كده ويبقى حلو أوي، أوي. بس أنا بقى هنا عيالي طلبوا المكرونة، وأنا لازم طبعًا لمّا يطلبوا حاجة ما أقولهمش غير عينيا. ربنا يا رب يخلّي أطفالنا جميعًا. خلاص هنا أنا حطيت بقى البانيه كله في الفيجيتار زي ما أنتم شايفين، وحطيته بقى في طبق تاني، خلاص هو كده جاهز معايا، يا دوب بس اللي أنا أقليه، ياخد معايا لون دهبي حلو كده من الناحيتين، ويا سلام هيبقى حلو أوي، أوي. ما هو اتشرب بقى من التتبيلة وشارب كده من التتبيلة، بس يا دوب يتحط بس كده يتحمر معانا من الناحيتين وياخد معانا لون دهبي حلو كده وخلاص هو كده جاهز معانا. يلا بقى نقلي البانيه. هنا بقى زي ما أنتم شايفين ابتديت اللي أنا أقليه ياخد معايا لون دهبي كده من الناحيتين زي ما قُلت لكم، وهابتدي بقى اللي أنا أطلّعه، وأعمل الطبق كلّه بنفس الطريقة. شايفين بقى هنا البانيه خد معانا لون حلو إزاي، وخلاص كده هو جاهز معانا، وكمان لمّا يستوي بقى أنسجة الفراخ إكمنها بايتة في التتبيلة، هتبقى حلوة أوي، أوي وطرية كده وواخدة بقى لون دهبي ويا سلام! حلوة جدًا، جدًا. وهنا كمان كان معانا بقى طبق سلطة حلو كده، شايفين طبق السلطة حلو إزاي؟ بجد أكلتنا النهارده حلوة جدًا وتستحق منكم أحلى لايك. بسم الله ما شاء الله، خلاص كده أكلتنا جاهزة وطبق السلطة زي ما أنتم شايفين والأطباق كلّها جاهزة، هنا بقى ابتديت خلاص اللي أنا ضِفت السلطة في الأطباق زي ما أنتم شايفين، هابتدي بقى اللي أنا أجيب البانيه اللي أنا قليته، نزلت كمان ببقدونس كده في الأطباق بقى اللي أنا هاحط فيها البانيه، وبعد كده ابتدي بقى اللي أنا أحط البانيه زي ما أنتم شايفين كده، واخد بقى لون دهبي وحلو أوي، وشارب بقى من التتبيلة ويا سلام! بجد حاجة كده زي العسل. ابتديت بقى خلاص قليت البانيه وخلّصته، وابتديت كمان اللي أنا حطيته في الأطباق زي ما أنتم شايفين كده، وكمان عملنا طبق السلطة، وأجيب بقى الشيبسي كمان أحطه في الأطباق، يبقى خلاص كده ما فاضلش غير المكرونة. المكرونة بقى تبقى سخنة كده وشاربة بقى من الصلصة وحاجة كده حلوة أوي. شايفين بقى الشيبسي حلو معايا إزاي؟ هي أكلة المستعجلين بس إحنا مضبطينها النهارده، عاملين لهم شيبسي وكمان سلطة وكمان شوية مكرونة بجد حلوين أوي، أوي. شايفين بقى الشيبسي هنا كمان مقرمش وحاطين بقى فيه التتبيلة وجميل جدًا، جدًا. وكمان البانيه شايفين واخد لون دهبي حلو إزاي، وشوية السلطة زي ما أنا قُلت لكم بجد أكلتنا تستحق منكم أحلى لايك. خلاص هنا بقى هابتدي بقى اللي أنا أضيف المكرونة على الصلصة زي ما أنتم شايفين كده، واسيبها بقى تسخن كده واقلبها كويس واشربها من الصلصة كويس جدًا. شايفين بقى لونها أحمر وحلو إزاي، يا سلام! خلاص كده أكلتنا جاهزة وخلاص المكرونة تسخن وهابتدي بقى اللي أنا أضيفها في الأطباق، زي ما أنتم شايفين كده. خلاص كده المكرونة جاهزة كمان معايا واخدة لون أحمر حلو كده، شايفين لون الصلصة وكمان القوطة اللي إحنا كنا مفرزينها مخلية المكرونة حلوة إزاي، وحمرا وحلوة إزاي، جميلة أوي، أوي. بسم الله ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده طبق المكرونة بجد شكله يفتح النفس، ما فيش أحلى ولا أجمل من أكل البيت بجد. خلاص كده المكرونة واخدة لون زي ما أنتم شايفين، هابتدي بقى زي ما أنا قُلت لكم أنا باعمل طبق شطة كده، هابتدي بقى اللي هنا اللي أنا أنزل بشوية من الشطة كده زي ما أنتم شايفين في الطبق، عشان اللي عايز ياكل مكرونة spicy بتبقى حلوة أوي، أوي. والشيبسي خلاص جاهز معايا، وكمان حطيت ليمون مخلل وشوية سلطة، ويا سلام على أكلتنا. تعالوا بقى كلوا معانا.
شايفين شكل البانيه عامل ازاي؟ انا هنا بوريه لكم حلو قوي قوي، واخد لون كده جميل، وكمان شارب من التتبيله، ويا سلام. شايفين بقى هنا شكل المكرونه عامل ازاي؟ بجد زي ما قلت لكم شكلها يفتح النفس. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. بس ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.